محمد النجار، مدير الوكالة الحضرية للقلميم السمارة. بسم الله الرحمن الرحيم. تنظيم الدورة السابعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للقلميم السمارة كان مناسبة لاستعراض حصيلتها وبرنامج عملية لسنة 2015 ثم للفترة الممتدة ما بين سنتين 2015 و 2017. فعلا هذه الوكالة كانت ذات طموح كبير جدا، لكن إمكانياتها البشرية والمادية تظل محدودة، وكان المصادقة على مشروع الميزانية في ظل الظروف الحالية في سياق وطني وجهوي وإقليمي ومحلي جديد، تحولات سوسيو اقتصادية أساسية وسياسية في ظل تقسيم جهوي جديد، في ظل دسترة عدد من الحقوق والمبادئ الجديدة ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المواطن في السكن والشغل والتعليم إلى آخره. هذه أمور تدعو الوكالة لكي تتكيف وتتعامل مع الوضع الجديد، وبالتالي أنها لا بد أن تكون اختصاصاتها وأدوارها الجديدة مصاحبة بموارد وإمكانيات تكفل لها إنجاز مهامها في أحسن الظروف. بالنسبة لهذا المجلس كان كذلك مناسبة للموافقة والمصادقة على مجموعة من التوصيات الهامة التي صادق عليها المجلس مع بعض التعديلات الطفيفة برمتها بدون استثناء. 8 توصيات من بين 9، لأنها كانت 9 كانت عبارة عن توصية ليست في صيغة تقريرية، وإنما دعوة لدعم جهود الوزارة في مفاوضاتها ومفاوضات الوكالة مع الوزارة الوصية على المالية فيما يخص نظام خاص لمستخدمي الوكالات الحضرية بالمغرب ككل. شكرا.